القاتل اللي بيصطاد الأغنياء. في سيول شوارعها كانت تلمع من المطر، بس خلف أضواء النيون كان في قاتل متسلسل يتربص. رجال الأعمال الأثرياء ويخطفوا واحد تلو الآخر، لا خطف علني ولا فدية، فقط اختفاء. بعدين بيظهروا جثث هامدة والشرطة في حيرة. القاتل لا يترك أي بصمة ولا أي أثر. اسمه كانغ هو سون. في الظاهر رجل ودود وأنيق يملك قدرة على كسب ثقة الناس. كان يدخل حياة الضحايا بابتسامة، ويعرف نقاط ضعفهم ويعرف أسرارهم، ثم يهاجم في اللحظة المناسبة. أسلوبه كان بارد ودقيق، يقتل بلا تردد، ثم يسحب أموالهم وممتلكاتهم ومجوهراتهم. بس طموحه للمال كان أكبر من حذره. في عام 2009 أخطأ لأول مرة. واحدة من ضحاياه قاومته بشدة وتركت جرح في إيده. في مسرح الجريمة وجدت الشرطة خيطا صغيرة من الحمض النووي. بدأ بلا قيمة في البداية، لكنه كان المفتاح. تحقيقات مكثفة ومراقبة واستدراج ذكي، حتى سقط كانغ هو سون في الفخ. خلال الاستجواب انهار كل شيء. الشرطة اكتشفت انه هو لم يقتل الأغنياء فقط، بس كان وراه جرائم أخرى وأبشع، حتى بحق أشخاص من عائلته. في 2010 ظهر الحكم النهائي، وهو الإعدام شنقا. بس رغم نهايته ظل اسمه يطارد كوريا الجنوبية كأحد أذكى وأخطر القتلة المتسلسلين في تاريخها. وإذا عجبتك القصة لا تنسى اللايك والاشتراك.